كيف جمعت السعودية ذهبها في صمت حتى أصبحت واحدة من أعظم الدول امتلاكا للذهب في العالم؟ كيف نجحت في أن تناطح المملكة المتحدة واليابان وتجلس بثبات في قائمة أقوى الاحتياطات النقدية على وجه الأرض؟ سؤال لا يملك العالم إجابة سهلة له، لأن ما فعلته الرياض لم يكن ضربة حظ، بل خطة مدروسة تمتد من عمق الرمال إلى خزائن البنوك العالمية. في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى تبيع ذهبها لتسد عجزها، كانت السعودية تشتري وتخزن وتبني جدارا من الأمان الاقتصادي لا يخترق. الذهب اليوم ليس مجرد معدن في الخزائن، بل استراتيجية سيادية تضع المملكة في مصاف القوى التي تمسك بميزان الاقتصاد العالمي، من مناجم مهد الذهب في عمق الصحراء إلى قاعات الاجتماعات في الرياض حيث تدار المليارات. من الفضة إلى السيادة. تبدأ الحكاية في خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت المملكة تبحث عن رمز يعبر عن استقرارها النقدي. في ذلك الوقت كان الريال السعودي يصك من الفضة الخالصة، لكن مع تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي ساما عام 1952 بدأت مرحلة جديدة، مرحلة بناء الثقة وإحلال العملة الوطنية محل العملات الأجنبية التي كانت متداولة آنذاك كالروبية الهندية والدولار الفضي. وبعد عام واحد فقط ولد أول ريال ورقي سعودي في عام 1953، ليكون إعلانا صامتا عن ميلاد اقتصاد مستقل، اقتصاد يضع الذهب والفضة والنفط في خزنة واحدة لتبنى الدولة على 3 ركائز: الثروة والسيادة والاستقرار. إذن كيف راكمت السعودية ذهبها؟ مع الطفرة النفطية في السبعينيات تدفقت المليارات إلى خزائن المملكة، لكن الرياض لم تضع كل بيضها في سلة النفط، بل بدأت رحلة طويلة لتكوين احتياط ذهبي استراتيجي. فمن خلال مؤسسة النقد عقدت المملكة صفقات مع البنوك المركزية العالمية واشترت الذهب في فترات انخفاض الأسعار، في وقت كانت فيه دول كبرى تبيع احتياطاتها لتغطية عجزها المالي. اليوم تمتلك المملكة أكثر من 323 طنا من الذهب، وفقا لآخر تقرير من مجلس الذهب العالمي لعام 2025. بهذا الرقم تتصدر السعودية قائمة الدول العربية وتحتل المرتبة 16 عالميا بين كبار حائزي الذهب. ولفهم هذا الحجم تخيل أن احتياطي الذهب السعودي يعادل ما تمتلكه دولة كبرى مثل المملكة المتحدة واليابان مجتمعين في بعض السنوات. قيمة هذا الذهب تتجاوز 22 مليار دولار، لكن قيمته الحقيقية ليست مالية فحسب، بل سياسية واستراتيجية. منجم تحت الرمال، رحلة الذهب من باطن الأرض. الذهب في السعودية ليس فقط مستوردا، بل مستخرجا من رحم الأرض. على امتداد صحراء الجزيرة تنتشر المناجم التي تحكي تاريخا يعود لآلاف السنين. منجم مهد الذهب في المدينة المنورة الذي استخرج منه الذهب منذ 3000 عام وكان يعرف قديما باسم معدن سليم. منجم الصخيبرات في القصيم، ومنجم بلغة في المدينة المنورة، وصولا إلى منجم الدويحي في مكة المكرمة، وهو الأضخم حاليا، ينتج أكثر من 180 ألف أوقية سنويا تحت إدارة شركات معادن السعودية. ارتفع إنتاج المملكة من الذهب إلى أكثر من 500 ألف أوقية سنويا، حوالي 16 طنا، بزيادة تتجاوز 140% خلال عقد واحد فقط. هذه الزيادة ليست رقما اقتصاديا عابرا، بل إعلان صريح أن المملكة لا تشتري الذهب فقط، بل تنتجه وتصدره. الذهب والريال علاقة لا تنكسر. قد يتساءل البعض ما علاقة الذهب بقوة الريال السعودي؟ الجواب باختصار: كل شيء. الريال الذي ربط بالدولار الأمريكي منذ عام 1986 بسعر ثابت 3.75 ريالا للدولار، يستمد استقراره من الاحتياطات المزدوجة، النفط الذي يدر مليارات الدولارات، والذهب الذي يضمن الثقة في العملة حتى في أحلك الأزمات. في أوقات تقلب الدولار واضطراب أسعار النفط، يعمل الذهب كصمام أمان يحافظ على قوة العملة ويمنحها وزنا سياديا أمام الأسواق العالمية. وبهذا أصبحت معادلة النفط الذهب الدولار هي الثلاثية الذهبية التي جعلت الريال السعودي من أكثر العملات استقرارا في العالم. قوة الاحتياطيات حين يصبح الذهب درعا ماليا. تصنف المملكة اليوم كواحدة من أغنى الدول بالاحتياطات النقدية، بما يفوق 450 مليار دولار وفق أرب نيوز،
إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة الذي تتجاوز أصوله 700 مليار دولار. هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، إنها رسائل صريحة للأسواق. الريال السعودي مدعوم بالذهب، بالنفط، وبمخزون نقدي هائل. تستطيع المملكة من خلاله التدخل في أي وقت لحماية سعر الصرف أو دعم استقرار الأسواق. رؤية 2030: الذهب في قلب المستقبل. رؤية السعودية 2030 لم تترك الذهب خارج المعادلة، بل وضعت خطة طموحة لزيادة إنتاج الذهب المحلي بنسبة 300% خلال السنوات القادمة. الدرع العربي النوبي الذي يمتد من غرب المملكة إلى السودان يعتبر أحد أغنى المناطق في العالم بالذهب والمعادن النادرة. مشروعات التعدين في وعد الشمال ومدينة نيوم ستحول المملكة إلى مركز عالمي في الصناعات المعدنية والتعدين المتقدم، ليصبح الذهب جزءا من منظومة اقتصادية جديدة تقوم على التنويع لا على النفط وحده. البعد الجيوسياسي: الذهب كأداة نفوذ. حين تمتلك دولة مثل السعودية هذا الكم من الذهب، فهي لا تمتلك فقط ثروة بل نفوذا سياسيا عالميا. الذهب هو أصل لا يخضع للعقوبات، لا يتأثر بالعقود، ولا يتجمد في البنوك الغربية. ولهذا بدأت دولة كبرى مثل الصين وروسيا في مراكمة الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار، لكن السعودية تفعلها بطريقة مختلفة، بهدوء دون ضجيج، وبحكمة توازن بين الشرق والغرب. فهي تشتري الذهب حين يبيعه الآخرون، وتبني استقرارها النقدي حين تنهار الأسواق حولها.